بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت، أنا الآن فعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله. طيب ماذا أفعل الآن؟ طبعا عليك التوبة، لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا. تدري ما هو؟ أن تفعل العكس. نعم، من حسن تعاملك مع الله إذا عصيته وأنت لوحدك أن تفعل العكس، أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد، كما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. مثل ماذا؟ يعني مثلا تصدق بالسر، لأن صدقة السر تصدق غضب الرب. مثلا اركع بعض الركعات بالليل حيث لا يراك أحد. اعمل عمل خير واجعله مستمرا طوال حياتك ولو كان بسيطا، وحتى لو كان إطعام حيوان مثلا، ولكن بالسر لا يعلم بذلك